دخل صالة العمليات وخرج منها من دون إجراء أي عملية جراحية. مستشفى حكومي تتنصل عن معالجة حالة شاب يعاني من مرض معين. مزاح وحديث بين الكادر الطبي، هذا ما جرى معه داخل صالة العمليات بدلا عن إزالة التقرحات من جسده. أول ما دخلت العمليات يسولف ويسولفون ويضحكون طبيعي الأمور. يعني حتى ما صعدون على السدي هاي مال عمليات، بنفس السدي اللي جابونا بيها هي هاي اللي قاموا يشتغلون بيها. هنا المستشفى بغداد بمدينة الطب من أخذناه، المهم شافوا التقرحات قالوا هذا يحتاج عملية. 3/4 الساعة طلعناه جبناه. دكتورة قالت إن شاء الله خير. سويت كل التقرحات، أنا هم قبل لا يدخل العملية قلت له سوي كل التقرحات. وصلنا للبيت فجبنا ممرض على أساس يضمده يعقم العملية. سوتها الدكتورة. أي فأنا يوم كنت واقف قلبناه حتى يبدي بالعمل ماله. شو قلبناه وهو كذا تخبطت لاك عملية. أصيب علي بمرض ساركوما بعد زواجه بشهرين، لتنقلب حياته رأسا على عقب، وما زاد حدة مرضه الإهمال والتنصل من بعض المستشفيات الحكومية والأطباء المختصون. نريد من رئاسة الوزراء أنه يتدخل فوري ويسفر خارج العراق. احنا قدمنا على اللجنة واللجنة رفضت طلبنا. ألم المرض يأكل جسده ويضاعف نسبته يوما بعد آخر، عيونه ترنو إلى معالجته بأسرع وقت ممكن ليعود إلى حياته الطبيعية مع عائلته وزوجته، وبدورها تكفل الأولى حق الرد لكل ما ذكر في التقرير. صقر منذر، بغداد، الأولى.